السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعي قناة العاد الأعزاء، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم. كشفت صحيفة لو باريزيان الفرنسية مساء يوم الاثنين 27 فبراير أن اللاعب الدولي المغربي أشرف حكيمي نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي والمتوج بجائزة دو بيست لأفضل ظهير أيمن في العالم متهم في قضية اغتصاب. وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن فتاة في 23 من عمرها توجهت نهاية الأسبوع الماضي إلى مركز الشرطة، وقالت أنها تعرضت للاغتصاب من قبل اللاعب الدولي المغربي أشرف حكيمي، لكنها رفضت تقديم شكوى حول ذلك. المصدر ذاته أفاد بأنه رغم رفض الفتاة تقديم الشكاية، إلا أن النيابة العامة تبنت القضية، وشرع المحققون يوم الاثنين 27 فبراير في العمل على الملف وتجميع المعطيات بناء على أقوالها، بحيث لم يتم بعد الاستماع إليها. كما أفادت صحيفة لو باريزيان بأن أشرف حكيمي تواصل مع الفتاة المزعومة عبر تطبيق انستغرام يوم 16 يناير المنصرم، بينما وقعت الواقعة يوم السبت الماضي في منزل الدولي المغربي. ويعد أشرف حكيمي من أهم وأبرز لاعبي النادي الباريزي، فهو يشكل قوة ضاربة على المستويين الدفاعي والهجومي، إلى جانب صديقه ونجم الديكا كيليان بابي، والأسطورة الأرجنتينية المتوج مؤخرا بكأس العالم في قطر ليونيل ميسي، والبرازيلي نيمار وسيرخيو راموس. ويتميز النجم المغربي بأخلاق عالية، كما أنه يكن حب كبير لعائلته، وذلك ما ظهر في مونديال قطر، إذ كان هو أول من بدأ عادة الاحتفاء بالأمهات في قلب الملاعب أثناء الإنجاز التاريخي للأسود. إلا أن مثل هذه الشائعات غير غريبة على الصحافة الفرنسية، فهدفها هو تشويه صورة كل نجم مغربي. إلى هنا ينتهي هذا الفيديو، شكرا لكم على المتابعة، وشعارنا دائما الله الوطن الملك. حفظكم الله جميعا، ونلتقي في فيديو جديد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.